دلوقتي يا جماعة، يعني أنا داخلة كده أقول لكم عن حاجة. بصراحة صارت بلبلة كبيرة جدا عندنا هنا في اسكندرية. كل شوية أروح الشغل. سمعتي عن حادثة المعمورة؟ في إيه يا جماعة حادثة المعمورة؟ إيه ده خير؟ سرقة الأعضاء. خلي بالك من العيال. أنا شغلي في المعمورة وولادي مدارسهم في المعمورة وكمان دروسهم في المعمورة، وساعات أنا عشان ببقى في الشغل ولادي بيروحوا دروسهم لوحديهم. طب وبعدين ابتديت أتوتر وأقلق وأخاف قوي، كل شوية أتصل بولادي: انتوا فين انتوا فين انتوا فين، انتوا وصلتوا انتوا رحتوا انتوا جيتوا. ابتديت ابحث عن المشكله دي وفي ايه في المعموره وايه القصه. وبعدين انتوا عارفين بقى ان احنا هنا في بلدنا كل حاجه شائعات بقى، يعني مش عارفه دي سرقه اعضاء، ده خطفوا عيال، ده دفنوا عيال، ده عملوا عيال. وبعدين انا مش عارفه، يشاء الظروف ان انا النهارده وانا في الشغل كانت معايا بنوته قالت لي البيت اصلا اللي حصلت فيه الحادثه، البيت ده اصلا بيت فيه خالتي وولادها ساكنين جواه. قلت لها ايوه كده يا حلوه، تعالي بقى كده هنا واقعدي جنبي واحكي لي القصه كلها. وعشان اعرف القصه قعدت بقى معاها كده بتأني وقعدت افهم منها القصه بتقول ايه، واحد اتنين تلاته. وما قدرتش اعمل الفيديو ده غير لما اعرف الحقيقه كامله، علشان انتوا تعرفوا الحقيقه كامله. مش اي شائعات بتصدر وبنسمعها بتبقى حقيقه، في حاجات بتبقى حقيقه وفي حاجات بتبقى مش حقيقه. اوكي، ايه اللي حصل؟ قالت انا خالتي جوزها مأجر شقه في الدور الارضي لواحد محامي. المحامي ده سلوكه مش كويس. بيجيب ستات في الشقه دي، يعني طبعا انتوا فهمتوا بيجيب ستات ليه بدون توضيح. المهم في مره مراته جت وعرفت طبعا ان هو بيجيب ستات في الشقه، فلما جت في الشقه وظبطته مع حد، يعني مع ستات وكده، روح عملت معاه مشكله، راح قتلها، قتل زوجته. وعلشان زوجته جثتها ما تبانش عمل ايه بقى؟ دماغه كانت ازاي محامي وازاي فكر يعمل حاجه زي دي. راح جاي في اوضه من الشقه اللي هو خدها في الارض دي، راح جاي شايل البلاط وحاططها في كيسه ودفنها، وبعدين حط البلاط عليها. جه طلب من السكرتيره بتاعته كمان ان هو عايز يعمل معاها علاقه غير شريفه، فالسكرتيره بتاعته ما وافقتش. وطبعا المكان واخده على اساس ان هو مكتب محامي، فهي طبعا رفضت خالص الموضوع ده. يعمل ايه؟ قتلها هي كمان، وراح جاي زي ما عمل في مراته عمل في السكرتيره بتاعته، وراح جاي حاططها في كيسه وحاططها تحت البلاط في الشقه. وكانت بتجيله رجاله في الشقه وستات، فكان ابن الجيران بيلعب تحت في الشارع، فسمع كركبه في الشقه دي وفي تخبيط وفي حاجات، فطلع لبابا فوق قال له يا بابا الشقه اللي انت مأجرها للمحامي اللي تحت انا سامع فيها بابا مش عارفه في صوت حاجه مش كويسه تحت. فالراجل نزل، هو كان شيخ، نزل خبط على الباب، فتح له عادي يا بجحته والله، فتح عادي. فلما فتح الباب قال له في ايه؟ قال له في صوت عندك وفي ستات بتدخل وفي صوت رجاله. قال له انا مكتب محامي، طبيعي لازم يجيني ناس ستات ورجاله، هو انا فاتحه ايه فول وفلافل؟ ده مكتب محامي. قال له طيب انت قافل الاوضه دي؟ لفت بقى انتباه الراجل ان في اوضه مقفول عليها بالقفل، فلفت انتباه صاحب الشقه، قال له انت قافل الاوضه دي بالقفل ليه؟ قال له انا قافلها بالقفل، انت مأجر لي شقه مالكش تسالني انا قافلها ليه؟ قال له لا مفيش حاجه اسمها كده، انت تفتح لي الاوضه دي دلوقتي. قال له لا انا مش هفتح. طبعا صاحب الشقه حصل له بقى نوع من الفضول، لا انا عايز اعرف في ايه بقى، انت لازم تفتح لي الاوضه دي. وفعلا المحامي قام يفتحها كده، بس هو كان متردد خايف، ابتدى بقى يحس ان لا الموضوع فيه كده انا هتكشف. وصاحب الشقه حس بالتوتر بتاع المحامي ده، قال لا الموضوع كده ايه في إن فضل مصمم ان باب الاوضه ينفتح. وفعلا من بعد مجادله كبيره قام المحامي فعلا وفتح باب الاوضه، شال القفل من عليها وفتح الباب بتاع الاوضه.
طبعا لما اتفتح الباب في ريحه مش حلوه. والحاجه التانيه ان لفت انتباه برضو صاحب الشقه ان لقى البلاط اللي في الارض مش مظبوط، في حاجه. وعشان ما يحسسش المحامي بحاجه خرج من شقته عادي خالص وقال له تمام، وخد بعضه وطلع. اتصل بالشرطه وقال لهم انا مأجر شقه لواحد محامي في الدور الارضي، وانا بصراحه حاسس ان الشقه عندي فيها مشكله تحت وفي حاجه. ليه؟ لا معلش، اصل الشقه عندي انا مأجرها له وكان قافل. وابتدى يحكي الواقعه للشرطه ايه اللي حصل بالظبط. وفعلا الحكومه عملت اذن وجت ودخلوا الاوضه اللي فيها البلاط مش مظبوط في مكانه، وابتدوا يشيلوا البلاط. لقوا جثتين ستات اللي هي مراته والسكرتيره اللي كانت عنده. يعني القصه هنا مش تجاره اعضاء ولا حاجه. انا مش بقول كده، ما بقولكمش مثلا ما نخافش على اولادنا، لا طبعا ده احنا نخاف ونخاف ونخاف على اولادنا. الحاجه التانيه يعني خافي على اولادك. لو معاكي بنوته كبيره وبتشتغل في فتره الصيف، قولي لها حبيبتي ما تروحيش. في بنات كتير بتروح تشتغل في مكتب محامي وعنده دكتور وعنده ده. خدي بالك من الشخص اللي انت بتشتغلي عنده، خدي بالك من تصرفاته معاكي، من طريقه سلامه معاكي، من عينيه. خدي بالك من طريقته معاكي وتصرفاته، لانه ممكن يكون انسان قذر. ده لو هيديكي كام ما تروحيش تشتغلي. خدي بالك، لان في بنات بيضحك عليها جامد وهي رايحه تشتغل. فطبعا الحكومه اجرت المعاينه بتاعتها ووجدوا الجثتين ملفوفين في اكياس ومحطوطين تحت البلاط. واحنا يا جماعه رجعنا الرايه وسكينه ولا ايه؟ يعني رايه وسكينه ماتوا خلاص والموضوع انتهى ولسه ما زلنا بنعيد في حكاياتهم؟ يعني انت لسه بتتبع طريقه رايه وسكينه وتقتل مراتك وتقتل السكرتيره بتاعتك؟ ايه الجحود ده يا اخي؟ ده انت محامي، عيب عليك. الواحد خلاص مش غريب عليك محامي بتعمل. اذا كان الدكاتره نفسهم بقوا جزارين وبيهون عليهم انهم يقتلوا الاطفال، خلاص ما بقاش في رحمه في البشر، ما فيش رحمه. كترت الجرايم. وربنا يحفظنا يا رب ويحفظ ولادنا من كل سوء يا رب، ويحفظ كل المسلمين وكل الناس، مش المسلمين بس، يحفظ كل الناس، يحفظهم من كل اللي احنا بنسمع عنه ده. كل شويه حوادث قتل قتل قتل. احنا تعبنا يا جماعه، بجد تعبنا. ارحمونا بقى. ربنا يحفظ ولادنا يا رب. خدوا بالكم واحذروا، وانتوا كاولياء امور برضو خدوا بالكم. وجهوا عيالكم كويس وفهموهم. اللي رايح شغل ياخد باله من اللي هيشتغل عنده ده تصرفاته عامله ازاي. الراجل بيتعرف من نظره عينيه، من لمسه ايده في السلام. خدي بالك واحذري كويس. لو حسيتي انه انسان قلعبان ابعدي ابعدي، حتى لو هيديكي كام ابعدي. انا حبيت اقول لكم، واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم والقصه تكون برضو انتوا تطلعوا منها بافاده. ويحفظكم الله يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.